الشعب الفلسطيني إلى حدود الجولان إلا عندما كنت في ورطة. ليش قال رامي مخلوف هذا الكلام؟ رد عليه. أول شغلة سوريا ليست في ورطة. هذا مشان يعرفوا الجميع. أبدا. والنظام السوري مرتاح، والأخ يتحدث عن تغييرات في النظام السوري. يتغير النظام السوري في حالة واحدة. عندما ترى يا دكتور فيصل الشمس تشرق من الغرب وتغرب من الشرق، قال هذا يتغير. الكلام. بس دقيقة، بس هذا الكلام قالوا نحن سوريا. قالوا سيف الإسلام لا نحن سوريا. قال سيف الإسلام. أنا رح أقول لك نحن سوريا، رح أقول لك ليش. الرئيس بشار الأسد قوي بشعبه، ومن يصمد الآن مع الشعب مع الرئيس الأسد هو الشعب السوري، لأنه يعلم في مصر يا دكتور التي تتحدث عنها لم ترفع لافتة واحدة من أجل انتصار فلسطين. في ليبيا صحيح. هذا المعتوه اللي اجانا عبد المجيد عبد الجليل ماذا فعل؟ أول شغلة عنده يتزوج الرجل تنتين، ما عاد عنده أربعة، ما عاد عنده غير الجنس. في تونس المرزوقي تجوز 10. ما تحدثنا في أول قضية. بس شو التشهير بالدين الإسلامي هذا؟ ما بسمح تحكي لا عن الإسلام ولا عن المسلمين بهالطريقة. أنتم مجموعة تعبدون بشار الأسد، العالم العربي يعبد رب العالمين. أنتم جبرتم الأطفال على السجود لبشار الأسد. أنتم مجموعة لا علاقة لها لا بالشعب العربي ولا بالضمير العربي ولا بالثقافة العربية. أنتم جماعة عملاء لفلسطين وأمريكا وإسرائيل. هذه الإهانة للمسلمين وللإسلام على الهواء ما بيسمعوا فيها. نحن لن نعبد بشار الأسد، نحن نعبد رب العالمين. خلاص يا أخي وصلت. نحن نعبد رب العالمين. والسفارة الأمريكية ورئيس. تفضل كيف باختصار كيف ترى؟ أنا سأقول لحظة الثورات في العالم العربي، هن حلمهم يقعدوا مع الأمريكان.